بيان إلى الرأي العام. لقد مر التاريخ بمراحل متناقضة وتطورات معاقدة ولسنوات عديدة، والتي اعتمد المجتمع منذ القديم على المرأة عبر التاريخ وحتى يومنا، وهذا والمرأة قاد المجتمع في جميع الساحات الاجتماعية من التاريخ باكتشافاتها وتضحياتها والعمل على بناء مجتمع أخلاقي ديمقراطي وفيها التشارك والعدل. وعلى هذا المبدأ إدارة المجتمع وحوله، وسميت المرأة بمهد الحضارة البشرية. وبعد ظهور العصر السومري تحول المجتمع إلى طبقات متفاوتة، وظهور الذهنية الذكورية والسلطوية والذي دام لقرون من الزمن. خلال هذه الذهنية أصبحت المرأة مهامشة من جميع حقوقها، ومن قبل الإنجازات والأنظمة الحاكمة من أجل الاستفراد بالسلطة، وخلالها تأثرت المرأة والمجتمع معنا. وإنما بدأت التطورات هائلة في القرن العشرين، ولكن الحادثة الرأسمالية استخدمت المرأة كسلعة متداولة في الجميع الذكوري والشركات العملاقية المتحاكمة مسيرة الشعوب المنطقة، وخاص شعوب الشرق الأوسط. وإنما المرأة في الشرق الأوسط ما زالت تحافظ على عاداتها وتقاليدها التي ورثتها من أجدادها تاريخنا، ولكن بسبب تلاعب الأنظمة الحاكمة باتفاقيات الشعوب قد غيرت مجرى هذه العادات والتقاليد القديمة إلى مجازر وقتل النساء تحت مسميات مختلفة، وهذا إن دال يدل على العنف ضد المرأة. ورأينا خلال تلك العقود الطويلة من الزمن وهذه الثورات كيف كانت المرأة تقتل، تجلد، تسجن وترجم وتباع في سوق النخاسة. وفي الأوان الأخير رأينا قتل 4 نساء من أقل من شهرين بمناطق مختلفة في شمال شرق سوريا بحجج واهية، فلم تقتل على يد عائلة والمجتمع، فقد بل قتلت وباعت في الأسواق. أيضا أكبر مثال على ذلك مجزرة شنغال في عام 2014، حيث هاجمت تلك المجموعات التكفيرية بمناطق بالتخذل مع الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي وحتى المجتمع الدولي. اغتصبت مئات بالآلاف من النساء أمام أعين البشرية، وهناك أمثلة عديدة منها مجزرة فرنسا باريس التي تدعي العدالة والحرية، التي شاهدت استشهاد الرفيقة ساكنة جانسيس ورفيقاتها وأفين ورفاقها، ولم نرى أي عدالة من المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والهدف الأساسي الذي اعتمدت عليها الأنظمة الرأسمالية والقضاء على صوت المرأة الحرة المتحررة. فنحن كحركة تحرير المرأة في كردستان، ومن هنا كحركة المرأة في روجافا مؤتمر ستار، ندين ونستنكر مجزرة شنغال، ونعاهد جميع نساء العالم بأننا كحركة المرأة في ثورة روجافا بأننا لم نصمت على هذه العنف، لأننا نتغذى من فكر وفلسفة القائد آبو. ومن هنا نطالب منظمة حقوق الإنسان بكشف على مرتكبي هذه الجرائم بحق المرأة، ونطالب أيضا بفتح محكمة شعبية والمرأة بنفسها تحاكم مجرمين الذين قاموا بقتل المرأة. لا للعنف ضد المرأة. تحية ثورية المرأة، تحية مقاومة آبو. بيجي جن آزادي، جن جيان آزادي، جن جيان آزادی، جن جان آزادی، به سرک جان نبی، به سرک جان نبی، سرک جان نبی.